بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم أخواني في الحلقة 69 من شرح أحاديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من تخريج الإمامين العظيمين البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. والحديث 69 يقول: عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد. العناوين مقترح لهذا الحديث: شهيد ماله، أو صور من الشهادة، أو الدفاع عن النفس. راوي الحديث: أسلم الصحابي عبد الله بن عمر بن عاص بن وائل السهمي القرشي، وهاجر إلى المدينة المنورة بعد 7 سنوات من الهجرة، قبل إسلام أبيه الصحابي عمر بن العاص. وقد شهد عبد الله بعد إسلامه بعض المغازي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولزم عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته، فتلقى عنه الكثير من الأحاديث النبوية التي كان يكتبها في صحيفة له سماها الصحيفة الصادقة. وبعد وفاة النبي شارك عبد الله في الفتوحات الإسلامية للشام، وكان مع راية أبيه في معركة اليرموك. توفي سنة 69 للهجرة بمصر، ودفن في داره بها صلى الله. أبرز القيم لهذا الحديث: قيمة الدفاع عن الحال والمال والعيال، قيمة الشجاعة وعدم التردد والحرص على الشهادة. الأساليب النبوية لهذا الحديث: أسلوب التحفيز على صيانة وحماية المال ولو كلف ذلك فناء الروح. الشرح المختصر لهذا الحديث: جعل الإسلام الضروريات 5 كنزا يطلب حفظها وحمايتها، لأنه لا قيمة للإنسان بدونها. وهذه الضروريات هي حفظ الدين، وحفظ النفس، حفظ النسل، حفظ العقل، وحفظ المال، ولكل منها أهميتها، وإن كان الدين على رأسها. ولكننا نلاحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حفظ المال واجب، ولو اقتضى الأمر أن يؤذى الإنسان أو يقتل في سبيل الدفاع عنه. قال ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري: قال القرطبي: دون أي في أصل ظرف مكان. دون أي قوله دون ماله في أصلها ظرف مكان بمعنى تحت، وتستعمل للسببية أي المجاز. ووجهه أن الذي يقاتل عن ماله غالبا إنما يجعله خلفه أو تحته ثم يقاتل عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نراكم في الدرس القادم بإذنه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.